فأجابها من فوق شاهقة القناة قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي. تقول وناظل لجاهد من بعد عينك زينب تقول لجاهد من بعد عينك وناظل أو لصير انسور لعيالك وناظل يا وصفة موت يا ابن أمي وناظل قبلك ردت يا أخويا المنية قبلك ردت يا أخويا المنية مشت وعيونها على حسين تربى أو خذت من دم عزيز القلوب تربى الأخت ويا الأخ من الزهور تربى تعرف شلون جثت على الوطية تعرف شلون جثت على الوطية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجورنا وأجوركم وأجور المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها بذكرى مصاب أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا في الدنيا خدمة الحسين وزيارته وفي الآخرة شفاعته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. من النعم الإلهية التي من الله بها على شيعة أهل البيت هي نعمة وجود الإمام الحسين عليه السلام. هذه نعمة ترى احنا محسودين عليه، احنا محسودين عليه. ايش قد الآن اكو أديان بالعالم، ايش قد اكو مذاهب بالعالم تتمنى وجود شخصية عظيمة كالإمام الحسين عليه السلام، كالإمام الحسين. هذا الزعيم غاندي الهندي لما انتصر على الاستعمار البريطاني على الهند، انتصر الزعيم غاندي لقاد الثورة الهندية وانتصر على الاستعمار، فسألوه قالوا له كيف انتصرت على الاستعمار؟ شلون انتصرت؟ معدات قليلة، شعب فقير، قوة ماكو، خبرة قتالية قليلة، شلون انتصرت على الاستعمار وعدة وعدد وقوة وجيش؟ فقال كلمته الشهيرة، قال تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. يقول أنا تعلمت من الحسين، تعلمت من الحسين. الدنيا تتعلم من الحسين، العالم يتعلم من الحسين عليه السلام. الحسين مدرسة، أفعال الحسين يوم 10 من المحرم كلها مدرسة، كلها مدرسة. أضرب لك واحد من الأمثلة. شوفوا الإمام الحسين عليه السلام في ظهر يوم 10 من المحرم، في ظهر يوم 10 سيوف وسهام ورماح وقتلى وجرحى. نص أصحاب الحسين قتلوا، النصف الآخر منتظرين الشهادة.
ودماء وأجواء حرب وقتال، وإذا بالإمام الحسين عليه السلام واقف يصلي بأصحابه، واقف الإمام يصلي بأصحابه وسط هذه الأجواء، أجواء الحرب والقتال والدماء والسيوف والجرحى والشهداء والقتلى، واقف الإمام الحسين يصلي، والسهام ترمي على معسكر الحسين حتى في أثناء الصلاة. الإمام الحسين يصلي والسهام ترمي على معسكر الحسين. هذا سعيد بن عبد الله الحنفي من أصحاب الإمام الحسين. سعيد لما صلى الإمام الحسين وقف سعيد يصد السهام عن الإمام الحسين، وقف يصد السهام، اجى سهم موجه على الإمام الحسين صده سعيد بن عبد الله الحنفي بصدره، صدره حتى صد سعيد بن عبد الله الحنفي 13 سهما عن الإمام الحسين، 13 سهم صدهن بجسمه سعيد. فلما انتهى الإمام من صلاته قال سعيد: أبا عبد الله هل وفيت؟ أنا أديت وفيت؟ قال الحسين: نعم لقد وفيت يا سعيد وأنت معنا في الجنة. فسقط سعيد مستشهدا شهيدا. يصد السهام عن الحسين بالصلاة، وكأن الإمام الحسين يريد أن يوصل رسالة إلى الناس، يقول: يا جماعة أيها المسلمون أيها الشيعة، اهتموا بصلاتكم، صلاتك خليها رقم 1 بحياتك. وقت الصلاة الدنيا تتوقف، كمل صلاتك وارجع، شو تريد تسوي سوي. وقت الصلاة أهم شيء، ماكو شيء أهم من الصلاة في وقت الصلاة أبدا. الحسين يقول: باوعوا لي أنا إمامكم. الحسين يقول: أنا إمامكم، قتل ودماء وشهداء. واحد غير الحسين يقول: هسا وقت صلاة، احنا حرب راح نموت. بس الحسين لا، يريد يوصل رسالة، يقول: صلاتك أهم شيء، وبوقت الأذان بوقت الصلاة اترك الدنيا وما فيها وروح صلي، روح صلي. أول ما ينظر في صحيفة الإنسان يوم القيامة ينظر إلى صلاته كيف أداها. أول شيء يبوعون لصلاته، إذا صلاته مضبوطة هذا حسابه راح يصير سهل، حسابه راح يكون يسير. وإذا صلاته لا مو تمام، لا والله حسابه عسير. الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. فالحسين يوصل رسالة، يقول: أيها الناس صلاتكم اهتموا بيها. هاي مدرسة، هاي من مدرسة الحسين عليه السلام. الإمام الرضا عليه السلام يقول: إن يوم الحسين أقرح جفوننا، سوى قرحة من عيوننا من البكي على الحسين، سوى قرحة علينا. إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسال دموعنا وأذل عزيزنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. فعلى مثل الحسين فليبكي الباقون. الإمام الرضا يقول: ابكوا على الحسين. الحسين يقول: يستاهل البكاء، ابكوا على الحسين، فإن البكاء على الحسين يحط الذنوب العظام. يحط يعني يهدم الذنوب. البكاء على الحسين يهدم الذنوب. أحد العلماء يقول: أفضل وسيلة لغفران الذنوب هي البكاء على الحسين عليه السلام، أفضل وسيلة. الإمام الرضا عليه السلام يلتفت إلى أحد أصحابه الريان ابن شبيب، يقول له: يا ابن شبيب، إذا بكيت على جدي الحسين وصارت دموعك على خديك، إذا دموعك جرت على خدك شنو ثوابك؟ يا ابن شبيب، إذا بكيت على جدي الحسين وصارت دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته، صغيرا كان أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا.
إكراما لسيد الشهداء، إكراما لأبي عبد الله الحسين. هسا واحد يقول شيخنا أنا طبيعتي الدمعة صعب تطلع من عيني، طبيعتي صعب أبكي، بالقوة دمعة تطلع فتجري دموع على خدي، هاي ما تصير عندي، هاي ما تصير عندي. نقول له اسمع هذا الحديث الثاني إلك عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول من بكى على مصاب جدي الحسين أو تباكى. تباكى شنو يعني باللغة العربية؟ يقولون تباكى يعني حاول البكاء، يعني حاول يبكي، حاول يبكي، باصطلاحنا قلبه انكسر، عصر روحه تريد دمعه يطلع، خلى ايده على عينه، حاول يبكي، عاش اجواء الحزن والهم على الحسين وحاول يبكي، حاول. من بكى او تباكى وخرج، شوفوا هذا الحديث بشارة، والله بشارة للشيعة. من بكى او تباكى وخرج من عينه مقدار جناح بعوضة. ايش كبرها يعني جناح بعوضة؟ جناح ذبانة يعني، ايش كبرها جناح ذبانة؟ من بكى او تباكى على مصاب جدي الحسين وخرج من عينه مقدار جناح بعوضة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولو كانت كزبد البحار. هاي نعمة عملوا مو نعمة؟ هذه النعمة اللي أقولكم احنا محسودين عليها، هذه النعمة اللي احنا محسودين عليها. بقية المذاهب، بقية الأديان ما عندهم هكذا، ما عندهم شخصية اللي يبكي عليها الله يغفر ذنوبه، ما موجودة هاي. بس الحسين عليه السلام، مصيبة الحسين مصيبة عظيمة. إيش نقرأ بالزيارة؟ نقول مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات وشنو؟ والأرض. السماء بكت على الحسين. الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الذين يبكون على الحسين في السماء أكثر من الذين يبكون على الحسين في الأرض. شفتوا أنتوا يوم 10 من المحرم الدنيا كلها بكت على الحسين، العالم كله بكى على الحسين، زيارة ومواكب وركضة طويريج ومجالس وبكاء. بريطانيا مواكب على الحسين، أمريكا مواكب على الحسين، كندا مواكب على العالم، أغلب العالم بكى على الحسين. الإمام الصادق يقول هاي الناس كلها، هاي الدنيا كلها اللي يبكون على الحسين بالسماء أضعاف مضاعفة من هاي الدنيا كلها. إن الذين يبكون على الحسين في السماء أكثر من الذين يبكونه في الأرض. شفيع المذنبين الحسين هذا. يدخل رجل على الإمام الصادق عليه السلام يقول له يا ابن رسول الله أكلكم أهل البيت سفن للنجاة؟ أنتم أهل البيت كلكم سفن للنجاة؟ فقال الإمام بلى كلنا أهل البيت سفن للنجاة، ولكن سفينة جدي الحسين أوسع أكبر وأسرع في لجج يوم القيامة. سفينة للنجاة حسين، سفينة للنجاة حسين، أمن لو وصلت لها تشيلش ما تريد الشيل، توسع للخلق كلها، يا هنيال الخدم لحسين أو خدمته بشرف سجلها. هنيئا لمن خدم الحسين، هنيئا لمن عقد مجلسا للحسين، هنيئا لمن حضر مجلسا للحسين، هنيئا لمن بكى على الحسين، هنيئا لمن نشر أعلام الحزن والسواد على الحسين، هنيئا لمن عظم شعائر الحسين، هنيئا لمن سجل اسمه في سجل الحسين بأي شكل من الأشكال، بأي شكل من الأشكال. هذا الحسين سيد الشهداء. أي المحاجر لا تبكي عليك دما أبكيت والله حتى محجر الحجر. ماتم لولاك الفرض يا حسين، ماتم ووحك شدك المنة ثلث، ماتم إلك بقلوبنا منصوب،
ما أتم لذكرك يا ذبيح الغاضرية. ولكن يا مولاي إمامنا الحسين لم يحصل على هذه المنزلة إلا بالدماء الزكية التي سالت في كربلاء. ترى مو سهل على الحسين أن زينب فخر المخدرات، زينب اللي ما كان واحد يشوف خيالها ما حد يشوفه، وإذا بها بين الأعداء من بلد إلى بلد. يقول يوم 11 من المحرم جاء حادي النياب وقف بباب المخيم. زينب يقول جمعت الأطفال العلويات بخيمة واحدة لأن الخيام أحرقت، جابوا لها خيمة واحدة من الأعداء. جمعت زينب اللي بقى من اليتامى العلويات لأن الأطفال فرت في البيداء. جمعت زينب اللي بقى وقاعدة تتوصل علويات، تقولها أنا ما أقول من النوح بس كان ولا أقول بطلا من عتب كان، وفيات وذكرا بهالكان. شتريد زينب؟ والله بس الأريد الليلة من كان بهداي لا ينسمح حسن. ليش؟ والله لأن راح الكفلني والكفل كان راح العباس، أو يا عم النوق من أصبح يسجن، أو من تبجل يا عم النوق يبجن. عم دير البال كان بس الخدر كان. وخرجت زينب وقفت بباب الخيمة قالت أخي أم كلثوم بالأمس كنا في حراسة أبي الفاضل، أما اليوم نحن المحاميات على الأيتام. أنا من هذا الجانب أوقف وانت من ذاك الجانب من الخيمة نحرس الأطفال. تفقدت زينب الأيتام العلويات، قالوا لها الرباب ما موجودة، أم عبد الله الرضيع الرباب ما موجودة بالخيمة. طلعت زينب تدور على الرباب بالليل، تقول له يا حسين جيت شلون جايه؟ شلون جايه؟ والله يا شلون عدوانك علي. يقولون هاي زينب وهاي اللي ما حد يشوف خيالها طلعت بين الاعداء. والله جراح ساده بالمجلس من رخصتكم. والله يقولون هاي الهاشمية، والله هاي مخدرة حامل حمية. طلعت هاي زينب يابا محتارة وتضر جيوش ومية، أنا عتبي على راعي الحمية. يا عباس خويا قوة وصلت زينب للرباب، قالت لها رباب ليش تطلعين من الخيمة؟ شنو اللي طلعك؟ قالها أنا جيت أرضع ابن الماء شرب ماء. عندكم أطفال عمي 6 أشهر عمره، عبد الله الرضيع 6 أشهر، ذبحوه ورفعوا رأسه على الرمح. هسا شلون صار راسه على الرمح هم ما ندري. تقولها أنا جيت أرضع ابن الماء شرب ماء درا يا بنت حيدر، يا ثار عند حرملة وياي. رجعتها زينب قالت لها رباب رجع احنا نريد نجمع النساء لحد تطلع. زينب قالت لهن انا حيل ما بقى عندي بأبقى بهالليلة بالخيمة، خلي الله يعدي علينا هاي الليلة. قعدا بالخيمة ام كلثوم انحدرت في الوادي. زينب صاحت اخي الى اين؟ قالها انا رايحة العباس اقول نامك يا اخويا مو
محل. خويا ترضى يسلبنا خوال عقبك ترى شفت المذل. انا رايحة العباس حاجي وسالف لا مصايبنا وبكي. رجعتها زينب قالت لها رجع اخويا احنا نريد نجمع النسوان. رجعنا طلعت زينب وقفت بباب الخيمة. وين تروح؟ يقول وجهت وجهها الى غياث المستغيثين، الى حامي الجوار، الى ابي الارامل واليتامى، الى امير المؤمنين. نادت ابا الغاث اغثنا يا علي يا علي ادركنا. تقول انا للغريب مديت ديه وانتخب حامل حميه. شلون زينب اقسمت قسم على الامام؟ يا ابويا امشي عليك امشي عليك ظل السجية تحضر شدة بالغابرية. يا تحضر شدة بالغاية زينب تنتبه بأمير المؤمنين وإذا بفارس مقبل عليها. قالت يا فارس إن كنت تريد ترويعنا فنحن مروعات، شمر عنا روح. إن كنت تريد تسليبنا فنحن مسلبات. حتى تراك رقية من نذانها جروه كل شو ما بقى عندنا، شو تريد من عندنا؟ وإذا بالصوت من ذلك الفارس أنا أبوك علي هذا اللي يحاكيك يا زينب للحراسة جيتي ليك أولي على أخوك وولي عليك. زينب وشافت أمير المؤمنين تقول له يا أبويا ليش للساعة خليتوا حرمكم راحة ضياع. تقول وجان وجاين امام وبيدك امر النار وجان او تشهد لك جميع الانس وجاين. بوياش عجب ما جيت يوم الخيام وجاين او تشوف الصار من هجموا عليه. وتشوف الصار من هجمايا وعلى يا الله. ارفعوا ايديكم في مجلس الامام الحسين عليه السلام. اللهم انا نسألك ونقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه. اللهم فرج عنا يا الله. اللهم اقضي حوائجنا جميعا يا الله. من كان في مجلسنا هذا مريض أو له مريض لا سيما مرضاكم ومرضانا ومن أوصانا بالدعاء جميع المرضى اللهم البسهم ثوب الصحة والعافية والشفاء يا الله. الجالسون السامعون المشتركون المؤسسون